هاي. النهارده هنتكلم فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما قريته في العنوان. بس اول حاجه تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. النهارده انا جايه اقولك ان انت في ناس موجوده في حياتك مجرد ان هي بتقلل من اي حاجه بتوصلي لها. انت فيها. هي مهم حاجه ان هي هتقلل منك ايا كان الحاجه دي. انت ممكن تكون انت واصله لحاجه اصلا هي مش واصله لها ولا عرفت تعملها، بس هي هتقلل منك، يعني هتقلل منك. يعني انا مثلا كنت بذاكر كتير قوي عشان مثلا ادخل جامعه معينه، دخلتيها، فصاحبتك دي لسه هي معاكي في حياتك مثلا من وانت في ثانوي او في اعدادي، وما دخلتش ولا ذاكرت ولا دخلت نفس الجامعه، بس انت دخلتيها وهي دخلت الجامعه يمكن اقل منك ويمكن احسن منك، بس هي دخلت الجامعه برضو زيك. ايه يعني دي؟ ايه يعني لو دخلت دي انت مثلا مبسوطه قوي، بتحكي لها قد ايه انت مبسوطه فيها، عادي. 20,000 غيرك عملها، في ناس كتير قوي عملتها، مش مثلا بتدعمك، مش بتديكي سبورت في حياتها. فانا مش عارفه انت موجوده في حياتك دي بتعمل ايه. يعني هي هتضيف لك حاجه؟ لا، هي مش هتضيف لك، بس غير ان هي تديكي طاقه سلبيه، غير ان هي دايما هتبقى بتقلل من اي حاجه انت بتعمليها. وفعلا فعلا دوري كده، شوفي كام واحد كده في حياتك، مين صحابك، مين اهلك، مين الناس اللي انت فيهم في شله معينه، يعني كان في جامعه، في مدرسه، في شغل. كام واحدة كده فيهم بتديكي كده طاقة إيجابية ودايما بتبقى بتدعمك كده وتقولك برافو وشاطرة. وشوفي بقى كام واحدة بتيجي تحكي لها هي أصلا يا إما مش بتهتم، يا إما بتقولك إيه يعني الناس كلها وصلت للحاجة دي فمش مهم، يعني اللي هو مش فارقة. يا إما هتلاقي في ناس برافو شاطرة، تمام ماشي عادي، إيه يعني. فدول نبعد عنهم، نبعد عنهم لأن هم مش بيضيفوا حاجة، هم مجرد بس موجودين عشان يضايقوكي. هي ممكن تكون من جواها بتغلي، من جواها نفسها توصل اللي انت وصلتي له، بس هي مش هتقولك برافو. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان في، حتى لو انت البنت ده بتتفرجي عليا بتعملي كده مع اصحابك من غير قصد، او انت بتعملي كده وانت مش عارفه ليه، انت بيبقى عندك حاجه جواكي ناقصه، مش موجوده او مش مكتمله بشكل صح. يعني في بنت مثلا عندها افتقاد من جواها، لان مفيش هي مش حاسه ان في حد بيحبها. في بنت تانية حاسه ان انتي مثلا الناس كلها بتحبك وانتي لا، فهتبدا تخلي الناس كلها تكرهك، هتقول عنك حاجات مش بتعمليها، هتقول صفات مش حلوه فيكي، هتقول مثلا حاجات سلبيه فيكي للناس اللي حواليك عشان الناس تبدا تكرهك. طب هي بتعمل كده عن وعي؟ اه، هي بتبقى عارفه ان هي بتعمل كده عشان الناس كلها بتحبك فعايزه الناس كلها تكرهك، او ما تحبكيش، او ما تديكيش نفس الحب والمحبه اللي الناس كلها بتحبها لك. في بنت مثلا في بيتها هي ما اتخدتش مكانها، او يعني ما اتحبتش قوي، او هي كانت مجرد حد في العيله وخلاص بياكل بيشرب بس. لكن مثلا حد بيقول لي انت مبسوطه، انت زعلانه، انت فرحانه، تعالى احضنك. اختي بتسمعني، بابايا بيجيب لي كل اللي انا عايزاه، مامتي بتحكي لي واحكي لها مثلا الحاجات اللي مضايقاني او الحاجات اللي مش بعرف احكيها لاصحابي. لا، فكل ده بيطلع عندنا او جوانا حاجه ناقصه، حاجه مش مكتمله، فبنحاول نطلعها على الناس اللي حوالينا، بنحاول نقلل من كل حاجه حوالينا عشان خاطر بس احس ان انا تمام، انا مبسوطه. اللي هو لما تضايقك هي هتحس ان هي مبسوطه. ففي فعلا ناس كده، واي شخص دايما بيحكي لك ان انا البيت صعب عندي، انا اهلي مش بيحبوني كفايه، ارجوكي ما تحكيش على اي حاجه حلوه بتحصل في بيتكم. وده مني نصيحه، تحكيش على اي حاجه حلوه، ما تقولهاش اختي جابت لي، ما تقولهاش مامتي النهارده كذا، مش عشان حاجه، بس ما تحكيش الحاجه الكويسه اللي في حياتك لشخص تاني نفسه فيها. انا دايما بحكي مثلا ان البيت عندنا كويس ومفيهوش مشاكل، وصاحبتي التانية بتحكي ان احنا بيتنا كل يوم مولع في بعض. ما تروحيش بقى تقولي لها، ما هي كده كده هتولد غيره كده جواها وحقد من عينك، وحتى لو هي مش من قصدها. فانت ما تحكيش على حاجات كويسه قوي اللي في بيتك او في حياتك او موجوده عندك لناس تانية او لاصحابك اللي انت عارفه ان هم اصلا الحاجه دي مش موجوده عندهم، فتقعدي تتكلمي عنها وخلاص، فطبيعي كده كده هتبدا تلاقي خلاص ماشي. بس كل اللي انا عايزه اقوله واكد عليه ان مش كل بنت صاحبتك، مش كل واحده في حياتك ده قلم، عشان بس مش كل شويه اقعد اعمل كده فكده هخيلكوا شويه. مش كل بنت
في صاحبتك فهي بتحبك، مش كل بنت بتتمنى لك الخير. ما تقوليش دي عادي، لا، هي في ناس. دوري كده في الدايره بتاعتك هتلاقي فيه كده كام بس حد اللي بيدعمك، والباقي كلهم بيقللوا من اي حاجه بتعمليها. عشان كده الافضل ما تتكلميش على اي حاجه خالص انت هتعمليها غير لما تعمليها. الناس دي يا تبعدي عنهم واحده واحده، يا تخرجوهم من حياتك، عشان هما كده مش هيضيفوا حاجه غير ان هم يضايقوكي ويزهقوكي، يحسوكوا ان انت قليله وان انت مش بتعملي اي حاجه حلوه. فما يا اما تحكمش على حاجه وتبقى علاقتكم سطحيه جدا، يا اما تخرجيهم من حياتك احسن وتدخلي ناس في حياتك تديكي اكتر تطور، تديكي اكتر قيمه لنفسك، تحسسك ان انت انا بعمل حاجه. ده انا النهارده جبت مثلا في الامتحان قفلت، او يعني جبت الدرجه ان هي فيه. يا حبيبي برافو شاطره. وصاحبتك اللي بتقعد تعمل كده فهي اوريدي هي بتحبك، وهي حاسه ان يعني حتى لو انا نقصت درجه درجتين فهي برضو بتحبك وحبالك الخير ليكي. فاي واحده بتحس ان هي بتقلل منك، هي بس دايما على طول عايزه تقول ان هي احسن منك، وان هي في يا ربي على في بنات كده انا محور الكون. هي بتحاول تثبت لكل شلتكم، في بنت كده تلاقيها بتحاول تثبت لكل شلتكم ان كل الولاد هتموت عليا، وان انا محور الكون، وان هي كل الناس عايزه تصاحبني، وان انا في 50 واحد عايز يكلمني. حبيبتي هو اصلا البنت اللي هي كده فعلا هي ما بتتكلمش، هي بتبقى عارفه كده من جواها وبتسكت. لكن البنت اللي تقعد تقول لك انا الناس كلها هتصاحبني، الناس كلها غيرانه مني، الناس كلها بتموت عليا، الكلام ده كله اعرفي ان هي جواها فاضي، بس هي عايزه تملاه، بس عايزه تحسش ان هي ناقصه من جوه، او ان في حاجه ناقصاها كده. فهي كل شخص بيقعد يقول لك الحاجات دي اعرفي ان هو في حاجه جواه مش كامله، وبيحاول يطلع اللي جواه ده على كل اللي قاعدين. لان مفيش بنت عارفه ان هي كويسه والناس بتحبها، وعارفه ان في ناس بتغير منها، وعارفه ان في ناس عايزه تكلمها ومش عارفين يوصلوا لها، هتقولك كده، هتسكت، هتبقى عارفه وبتسكت. فابعدي عن الناس اللي بتديكي بس ان هي تقعد تقلل منك او بتديكي طاقه سلبيه. وهنتكلم فيديو جديد وفيديو جاي، مش جاي قوي، مش عارفه امتى بالظبط، بس هتكلم فيديو عن موضوع مهم قوي، او ان ازاي الحاجه اللي جوانا او الفراغ اللي جوانا ازاي نملاه. ان انا مش ذنبي ان انا مثلا طلعت في بيئه مش كويسه، او مش كويسه مش معنى يعني مش كويسه مش قادره تدينا حب كفايه. فهنتكلم في الموضوع ده برضو، وهنتكلم في موضوع ازاي لو انا حاسه ان انا مش عندي ثقه بالنفس ازاي يبقى عندي ثقه بنفسي. بس اهم حاجه ان دوري ان في الشله اللي انت قاعده فيها دلوقتي كام شخص بيحبك بجد، وكام شخص هو بيحاول يقلل منك. ابعدي عنهم احسن عشان حياتك تبقى احسن. يا رب اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.